بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج الساينس للصف الخامس الابتدائي. احنا كنا خدنا في الليسونز اللي فاتت خدنا 3 ليسونز، ووقفنا لحد الدرس الثالث وكان اسمه ماجنت، واتكلمنا عن الماجنتيزم والماجنتيك فيلد. واللي ما ذاكرش الدرس ده يرجع يذاكره عشان يفهم الدرس ده، لان الدرس ده هو درس ده ليسون نمبر 4، ده مكمل للليسون نمبر 3. يعني هو ما يفرقش عن الليسون نمبر 3 في حاجه، ده مكمل ليه. في الدرس ده عنوانه التايتل بتاعه اسمه ماجنتيزم اند الكتريستي. احنا خدنا الماجنتيزم دي في الدرس اللي فات، يعني في الليسون نمبر 3 خدنا الماجنتيزم وخدنا الماجنتيك فيلد، ان الماجنتيك فيلد دي الاريا اللي اراوند الايه الماجنت، ودرسنا الايه قصه الماجنتيزم دي كلها. اللي مش فاكر يرجع يشوف الايه الفيديوز اللي فاتت. طيب الدرس ده بقى، في الدرس ده هندرس علاقة الماجنت، علاقة المغناطيس، او بمعنى اصح حاجة اسمها الماجنتيك فيلد اللي هو اللي درسناه قبل كده مع الالكتريستي. الالكتريستي او الكهرباء، يعني الكهرباء دي اللي هي بتمشي في السلك اللي انت بتنور بيها اللمبة، بتنور بيها التلفزيون، دي اسمها الالكتريستي اللي هي الكهرباء. الكهرباء ليها علاقة جامدة بالماجنت، يعني بفكرة المغناطيس وفكرة الماجنتيك فيلد مرتبطة قوي بالكهرباء دي، مرتبطة قوي بالكهرباء. وهنشوف تأثير الماجنتيك فيلد على الالكتريستي، وهنشوف تأثير الالكتريستي على الماجنتيك فيلد. يعني هنفهم الكلام ده بالتفصيل، بس احنا في الدرس ده عاوزك تفهم حاجة، ان احنا بندرس علاقة بين الماجنت اللي هو درسناه في الدرس اللي فات، اللي هو بيجذب الحاجات ده، وتاني حاجة علاقة الماجنت ده بالالكتريستي. فتعالوا نبدأ مع بعض. الدرس بتاعنا اسمه ماجنتيزم اند الكتريستي، وهندرس فيه أول نقطة، هندرس فيه اللي هي فيرست بوينت، هندرس فيها المagnetic ذا magnetic effect اللي هو التأثير المغناطيسي of electric current. يعني أنا عندي تيار كهربائي اسمه electric current. التيار الكهربائي ده اللي هو اللي هو في السلك ده، الالكتريك كارنت ده ليه ماجنتيك افكت. يعني الكهرباء دي ليها الكتريك افكت هنعرفها خلاص. سوري، الالكتريك كارنت ده هاز ماجنتيك افكت. فاحنا هندرس بنقول ذا الكتريك كارنت اللي هو التيار الكهربائي اللي بيمشي ده هاز ماجنتيك افكت، يعني الكهرباء دي ليها ماجنتيك افكت اكنها مغناطيس. ذا الكتريك كارنت ممكن نقول الكلام ده بمعنى تاني، ان الالكتريك كارنت اللي هو التيار الكهربائي ده كان جنريت، يعني يقدر يولد ا ماجنتيك فيلد. يعني الكرنت اللي هو ماشي في التيار ده، اللي ماشي في السلك ده، يقدر يولد ماجنتيك فيلد زي اللي كان بيولده المغناطيس. يعني الكهرباء دي ممكن تولد ماجنتيك فيلد. فعملنا حاجه، اختراع صغنن كده اسمه الالكترو ماجنت. الكترو ماجنت دي جايه من الالكترو اللي هي الالكتريك كارنت، والماجنت جايه من الماجنت، يعني جايه من الماجنتيك فيلد في افكت او الماجنتيك فيلد. فاحنا ربطنا الكلمتين ببعض سميناها الكترو ماجنت. الالكترو ماجنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن بطاريه اللي هي ايه؟ سورس اوف ايه؟ اوف الكتريستي. باتري يعني بطاريه، زي البطاريه اللي انت بتبقى في اللعبه، او البطاريه اللي في الريموت بتاع التلفزيون، او وهكذا. البطاريه اللي انت عارفها دي، البطاريه دي متوصله بسلك نحاس حوالين مسمار. يعني بص الشكل اهو، لو انت عاوز تشوف الشكل كويس اهو، دي عباره عن بطاريه. البطاريه دي بتطلع كرنت ماشي فيها بوزيتيف ونيجاتيف. البوزيتيف هو دايما اللي بيطلع الكهرباء، تفضل ماشيه في السلك ماشيه في السلك ماشيه في السلك ماشيه في السلك ماشيه ماشيه ماشيه، وترجع للبطاريه تاني وتعدي وتقوم في دايره كده، ايه؟ دايره كهربائيه. عباره عن ايه؟ عباره عن بطاريه، ده الالكترومagnet، عباره عن بطاريه وسلك نحاس. السلك النحاس ده ملفوف حوالين ايرن نيل، يعني في مسمار او ايرن بار، مسمار كده، مسمار ملفوف حواليه الكابر واير ده. فاحنا هنشوف الالكترومagnet ده it is the magnet، يعني ده المغناطيس which is made by electricity، ده المغناطيس اللي بيتعمل بالكهرباء. طيب الالكترومagnet ده بيجي لي في الامتحان؟ بيجي لي في الامتحان يقول لي عرف لي الالكترومagnet.
الالكترومagnet لما بيجي في الامتحان بقول له it is the magnet اللي هو مغناطيس. الالكترو هو اسمه الكترومagnet يعني هو مغناطيس، هو magnet. it is a magnet which is made by electricity. طب بيتكون من ايه؟ زي ما قلنا اول حاجه باتري اللي هي نمبر سي. باتري دي اول حاجه ما تنساهاش على طول. طيب الباتري دي بتطلع كهرباء لايه؟ بتطلع الكهرباء للكبر كويل. كبر كويل ده يعني سلك كده ملفوف او تويستد واير، يعني تويستد واير دي يعني مجدول او ملفوف كده. يبقى بيتكون من باتري و كبر كويل، والكبر كويل ده ملفوف حوالين ايه؟ ملفوف حوالين ايرن نيل. ايرن نيل. ممكن تقول برضه روت ايرن بار، يعني هو المفروض ان هو يبقى روت ايرن بار اللي هو يعني عمود حديد يعني، بس احنا بنقول مسمار عشان يبقى سهل يعني اللي هو نيل يعني. فبيتكون من ايه؟ الالكترومagnet ده تعريفه اصلا it is the magnet which is made by electricity. it is the magnet which is made by electricity. it is made up of يعني بيتعمل من كبر كويل اللي هو سلك نحاس، روت ايرن بار يعني عمود حديد، او نيل يعني ممكن تقول نيل، وباتري يعني بطارية. طيب بيشتغل ازاي؟ بيشتغل لما when electric current pass يعني بيعدي through the wire. في كهرباء عدت through the wire. الواير ده اللي احنا قلنا الايه؟ السلك. لما الكهرباء بتعدي في السلك the bar of iron اللي هي الحديد ده works as magnet. يبقى اللي بيشتغل ماجنت ده اللي هو الايرن بار ده. اوكي؟ يعني اقدر اقول ان الالكتريك انرجي بحولها لمagnetic انرجي. الكتريك انرجي ازاي؟ الكتريك انرجي اللي انا طالعه من البطاريه مشيت في السلك الكبر ده، مشيت في الكبر واير ده، وبعدين النيل ده بقى شغال اكنه مغناطيس. اوكي تمام. يبقى الماجنت بيتكون من كبر كويل او روت ايرن بار او باتري. سوري كلهم مع بعض بيكونوا الالكترومagnet. طيب اليوز اوف الكترومagnet، بستخدم الالكترومagnet ده في ايه؟ بستخدمه ان انا بعمل حاجه اسمها الكارن. الكارن دي اللي انت شايفها دي، شايفين البتاع اللي بترفع الحاجات التقيله دي اللي بنشوفها في لما يكون حد بيبني مثلا عماره ولا حاجه، بتلاقي ايه؟ ونش طويل قوي كده بيشيل الحاجات كده قوي، ده اسمه الكارن. فاحنا بنستخدم الالكترومagnet ده in factories to move heavy iron الايرن التقيل، الايرن بلوكس الكبيره for making current. وممكن نستخدمه برضو making many devices as كل ده اليوز اوف الكترومagnet. الالكتريك بيل اللي هو الجرس الكهربائي، كان في جرس زمان كده كهرباء كده بيرن كده بشكل مزعج، فده كان اسمه الالكتريك بيل. والالكتريك ميكسر اللي هو الخلاط. الديسك درايفر اللي هو الهارد يعني اللي هو بتاع اللابتوب ده او بتاع الكمبيوتر اللي اسمه ديسك درايفر. والتلفزيون تلفزيون. طيب بيقول لي نوت ذات magnetic force of electromagnet can be increased by. اقدر ازود المagnetic force دي ازاي؟ مش احنا قلنا ان احنا اصلا فكره الالكترومagnet ان انا بحول الالكتريك انرجي لمagnetic انرجي. طيب ازود ازاي المagnetic انرجي دي؟ المagnetic force can be increased. المagnetic force of electromagnet can be increased by تقدر تزيد ب increasing يعني ازود increasing number of coil turns يعني لف السلك اللي ملفوف ده، السلك النحاس ده بزوده يزود المagnetic فيلد، او ان انا increase the number of batteries ان انا ازود عدد البطاريات. يعني لو جيت شفت هنا انا عندي هنا بطاريه واحده، البطاريه دي مثلا بتطلع باور او بتطلع الكتريستي مثلا 2 فولت مثلا، او بتطلع اي عدد من الايه من الكهرباء، او رقم معين من القوه من الفورس. كل ما ازود عدد البطاريات هيبقى فيه الكتريك فورس اكبر، فده هيزود المagnetic افكت وهيزود المagnetic فيلد. هيبقى الايرن نيل ده شغال بشكل اقوى بكتير. او دي اول خطوه ان انا ممكن ازود المagnetic فيلد ازاي؟ ان انا ازود عدد البطاريات اللي هي الباتريز. تاني حاجه ان انا ازود الكبر كويل. الكبر كويل ده احنا قلنا اللي هو السلك اللي بيستقبل الكهرباء حوالين الايرن نيل. الايرن نيل ده اللي هو المسمار، فبزود عدد لف السلك النحاس حوالين الايرن نيل ده بيزود المagnetic افكت. يبقى magnetic force of electromagnet can be increased by increasing number of coil turns. احنا قلنا اللي هي
كبر كويل تيرنز دي اللي هي قلنا الكبر ده اللي ملفوف حوالين الايرون ريل. ماشي. او تاني حاجه ان انا اعمل انكريسنج للنمبر اوف باتريز اللي هي عدد البطاريات عشان ازود الكهرباء اللي داخله، وبالتالي هيزود الماجنتيك فورس اللي طالعه. بيقول لي نوت بوينت ان بي دي يعني نوت بوينت ذا فورمد الكترومagnet، المغناطيس اللي متكون ده is temporary magnet، يعني ده مغناطيس مش دايم، مش على طول، مش بيفضل شغال على طول، لان انا لما بفصل الكهرباء، لما بفصل الالكتريستي، لما اشيل مثلا البطاريه، خلاص المغناطيس هيقف، ما هو مفيش الكتريك كارنت ماشي، فخلاص هيقف، وبالتالي هو temporary magnet. temporary يعني مؤقت. طيب احنا اتكلمنا عن الاول نوع اللي هو المagnetic effect of the electric current، يعني تأثير التيار الكهربائي على المagnetic field. هنتكلم بقى العكس، الماجنت ده اللي هو المغناطيس ازاي يولد كهرباء بقى. the electric effect of magnet، يعني التأثير الكهربائي للماجنت. يعني هنتكلم تاني حاجة، اتكلمنا اول حاجة عن المagnetic effect of electric current، هنتكلم دلوقتي عن الالكتريك effect of magnet. the electric energy اللي هي الكهرباء can be generated by magnetic energy، يعني ممكن احول المغناطيس ده اخليه يطلع لي كهرباء. الاول كنا بناخد الكهرباء من الباتري نطلع magnetic field، دلوقتي هنطلع من المagnetic field هنطلع منه كهرباء. the electric energy can be generated by magnetic energy اللي هو الماجنت. كنا اتكلمنا في الفيرست بوينت ان احنا عندنا حاجه اسمها الالكتروماجنت، عشان بقى ده كان الالكتروماجنت ده كان بياخد الكهرباء يطلعها مع ايه ماجنتيك فيلد. احنا هنتكلم في العكس بقى، ان الماجنتيك فيلد هيطلع كهرباء، ده اسمه ايه؟ ده اسمه الكتريك جنريتور. الكتريك جنريتور هي واضحه من اسمها، الالكتريك يعني الكهرباء، جنريتور يعني مولد، فمولد الكهرباء واضح ان هو ما بيستقبلش كهرباء، هو بيطلع كهرباء. فبيستخدم ايه عشان يطلع الكهرباء دي؟ بيستخدم الايه؟ الماجنت. بيستخدم الماجنت. فبيقول لي بقى الالكتريك جنريتور ده بيسميه دايما داينامو، اللي هو الدينامو، احنا بنسميه بالعربي ايه؟ الدينامو. فالالكتريك داينامو ده بيتكون من ايه؟ بيتكون اساسا من ماجنت، وبيتكون من كبر كويل. يعني بيتكون من ماجنت اللي هو عباره عن ماجنت نورث وساوث، مش احنا قلنا الماجنت بيتكون من نورث وساوث؟ هو حاطط نورث الناحيه دي وساوث الناحيه دي، وحاطط بينهم كبر كويل. كبر كويل يعني سلك نحاس. احنا عارفين ان النورث والساوث دول دايما بينهم يعني في ماجنتيك فيلد عالي قوي بين النورث وبين الساوث. الكبر كويل ده نتيجه الفيلد اللي موجود ده هيبتدي يلف، هيبتدي يتحرك. لما يلف هيطلع لي الكتريك انرجي. الالكتريك انرجي دي جايه منين؟ جايه من حاجه اسمها الكاينيتيك انرجي. يبقى الكاينيتيك انرجي بتحرك الماجنت عشان تطلع لي الكتريك انرجي. يبقى بحول الميكانيكال، ميكانيكال يعني حركه، ميكانيكال يعني حاجه بتتحرك، اللي هو الكويل ده لما يلف نتيجه المغناطيس الميكانيكال دي هتخلي لي الكرنت يطلع، هيخلي السلك يبقى فيه كهرباء، الكهرباء دي اسمها الكتريك انرجي. يبقى بحول الميكانيكال اللي هي كاينيتيك يعني انرجي لالكتريك انرجي. طيب في عالم اسمه فاراداي. فاراداي ده انجلش ساينتست، يعني عالم انجليزي، use this to make electric generator known as dynamo. احنا عندنا نوعين من الدينامو. الدينامو ده اللي هو الدينامو، اللي هو ايه الدينامو؟ اللي هو مغناطيس بيطلع كهرباء، او يعني بيستخدم الطاقه المغناطيسيه اللي هي المagnetic current او المagnetic field to produce الالكتريك energy. بستخدم المغناطيس عشان اطلع كهرباء. ففي عالم اسمه فاراداي اخترع حاجه اسمها الدينامو اللي احنا شرحناه قبل كده. الدينامو ده في منه نوعين، لا اما صغير سمول دينامو ان بايسكل، اللي هي العجله الصغيره دي، عارفين الجهاز اللي بيبقى متركب في العجله بتاعه الكاوتش بتاع العجله، ده اسمه دينامو او دينامو، احنا بنسميه دينامو كده لكن هو اسمه دينامو. في منه نوعين، لا اما صغير كده بيركب في العجله، لا اما كبير اسمه دينامو اللي هو جنريتور، ده بيبقى مثلا كبير بقى بيطلع كهرباء بشكل كبير. اما بتاع العجله ده بيطلع كهرباء صغيره قوي يا دوب تنور
كشاف بتاع الايه العجله. فاحنا عندنا there are many examples of dynamo. small dynamo in bicycle يعني الدينامو الصغير اللي هو في البايسكل، او huge dynamo يعني عملاق اللي هو electric generator اللي احنا بنستخدمه لما النور بيقطع في الصيف وهكذا. small dynamo in bicycle consist of بيتكون من a small cylinder يعني في كده سلندر صغيره touches the bicycle يعني بيلمس العجله. touches the bicycle wheel يعني الاطار بتاع العجله اللي هو الجسم الحديد بتاع العجله. and connected to a U-shaped يعني U-shaped يعني شكلها حرف اليو ماجنت يعني في ماجنت جواه شكله على حرف يو and surrounded by coil حوالين الماجنت اللي حرف شكله شكل يو ده في كويل. how does it work بيشتغل ازاي؟ طبعا الحاجات دي حفظ consist of دي هتحفظها بيتكون من ايه small dynamo ده هتقول. how it works بتشتغل ازاي؟ when bicycle moves يعني لما العجله بتتحرك a small cylinder turns يعني السلندر الصغيره دي بتلف من جوه. why because it touches يعني لانها لامسه الويل لانها لامسه بتلمس touches the bicycle wheel tire يعني الاطار الحديد بتاع الايه العجله and so the magnet turns بيلف. بيقول لي give reason الجي ار دي يعني give reason in dynamo اللي هو قصده ده we must increase the motion لازم نزود الحركه. مش انت بتمشي بالعجله لازم تمشي بسرعه عشان اللمبه تنور اكتر لان انت عاوز تحول جزء كبير من الحركه لكهرباء. we must increase the motion of coil causing lighting of bulb between two poles of magnet to increase the generation of electric current عشان ازود electric current يعني بيقول لي لازم ازود الحركه علشان ازود الكرنت. طب احنا اتكلمنا عن السمول هنتكلم بقى عن الهيوج اسمه الالكتريك جنريتور وده بقى ايه في ماجنت اكبر وبيطلع كهرباء اكتر. الكهرباء دي ممكن تنور بيت ممكن تنور عماره فعشان كده اسمه هيوج داينامو. consist of many great coils يعني في سلك كهرباء كتير جدا that turns between two poles of huge magnet يعني في huge magnet بيلف حواليه huge number of coils. its uses اليوزز بتاعته is used in electric power station يعني في محطات توليد الكهرباء to generate electricity عشان اطلع الكهرباء بشكل كبير ده انور بقى بيوت انور عمارات وهكذا. note that electric energy of dynamo can be increased by اقدر ازود الالكتريك انرجي بتاعت الدينامو ازاي؟ ان انا ازود النمبر اوف كويل نفس الكلام اللي احنا قلناه هناك ازود النمبر اوف كويل turns and by using a strong magnet استخدم مغناطيس اقوى. يبقى احنا خدنا ايه في الدرس ده؟ احنا كده خلصنا الدرس ده اسمه ماجنتيزم اند الكتريستي. في الماجنتيزم اند الكتريستي درسنا اول حاجه الماجنتيك افكت اوف الكتريك كارنت. قلنا الالكتريك كارنت ده ليه ماجنتيك افكت يعني الالكتريك كارنت اللي هو ماشي في السلك الكهرباء اللي ماشيه في السلك دي ليها ماجنتيك افكت. الالكتريك كارنت هاز ماجنتيك افكت ذا الكتريك كارنت كان جنريت ماجنتيك فيلد. الكهرباء دي ممكن تطلع ماجنتيك فيلد وفي دليل على كده جهاز اسمه الالكتروماجنت. الالكتروماجنت ده عباره عن الباتري دي بتطلع كهرباء ل كبر كويل. الكبر كويل دي ملفوفه حوالين ايرن نيد. الكهرباء لما بتطلع وتمشي في السلك النحاس اللي لونه اصفر تخلي الايرن نيل ده يبقى مغناطيس ومعنى كده ان انا بحول الالكتريك انرجي تو ماجنتيك انرجي. اليوزز بتاعته ان انا بعمل بيه الالكتريك بيل بعمل بيه الكارن بعمل بيه الديسك درايفر الالكتريك ميكسر اند التلفزيون. ممكن ازود المagnetic field المagnetic force of electromagnet can be increased by increasing the number of coil زي بالظبط ما قلنا هناك ما قلنا في الجنريتور increasing the number of coils turns and the number of batteries لان كل ما ازود الكهرباء وكل ما ازود السلك يزيد الالكترومagnet اللي طالع. the form electromagnet is temporary magnet يعني هو مؤقت لان انا لما بفصل الكهرباء خلاص مفيش magnetic field. طيب السكند الجزء الثاني بقى عندنا الكتريك افكت اوف ماجنت يعني المغناطيس ده ليه تاثير كهربائي في حاجه اسمها الالكتريك جنريتور اللي هو الدينامو في منه سمول وفي منه هيوج. بيتكون من ايه اصلا؟ بيتكون من كبر كويل وماجنت ولما بحط السلك بين الماجنت وبين
بين البولز بتاعت الماجنت اللي هو النورث والساوث، الكبر كويل ده بيلف لوحده، فبحول الميكانيكال انرجي لالكتريك انرجي. طيب في عالم اسمه فاراداي، احنا قلنا عنه ان هو اللي اخترع الدينامو ده، وعمل نوعين من الدينامو، او يعني فكره الدينامو في منها نوعين، سمول وهيوج. السمول consist of small cylinder touches the bicycle wheel tire، يعني في سلندر صغيره لامسه الحديد بتاع التاير، وموصوله يعني connected يو شيبد، يعني في حرف اليو كده ماجنت، and surrounded by coil، ملفوف حواليها كبر كويل. بيشتغل ازاي ده؟ how does it work؟ when bicycle moves the bicycle cylinder turns. why؟ because يعني بيقول لك ليه بقى؟ because it touches the bicycle wheel tire and so the magnet turns، يعني عشان كده هي لمسه الايه الاطار، فعشان كده بتلف. give reason in dynamo we must increase the motion، يعني لازم نزود الحركه of coil causing light of bulb between two poles of magnet، عشان ازود. ليه بقى ازود الحركه؟ عشان ازود النور. يبقى to increase the generation of electric current، عشان ازود لما ازود الحركه بزود الالكتريك كارنت. هيوج داينامو اللي هو الجنريتور بقى الكبير، الكتريك جنريتور consist of many او great coils. It turns between two poles of huge magnet. It causes او it uses اليوزز بتاعته it is used in electric power station، يعني في الحاجات اللي انا بولد بيها الكهرباء للمنازل وهكذا. to generate electricity، بيقول لي ان الالكتريك انرجي اوف داينامو can be increased by نفس الكلام اللي قلناه هناك increasing number of coil turns by using a strong magnet، ان استخدم مغناطيس قوي جدا. كده احنا خلصنا ليسون نمبر 4. اعتقد ان هو ليسون سهل. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هعمل لكم مراجعه على الليسون ده سريعه، واعمل لكم اسئله. اتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناه وتتابعوا الصفحه بتاعتنا، وان شاء الله هنكمل مع بعض على طول. كنت معكم الاستاذ احمد الباشا، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. باي باي.